السلام عليكم متابعيني الغاليين عاملين ايه؟ مساء الهنا والخير والسعادة. انا هعمل فول. ايه رأيكم بقى؟ يلا بينا مع بعض ندمس الفول بطريقة سهلة جدا. هيطلع معاكي لون وطعم مفيش احلى من كده. كنت زي اي حد اقول يا انا لسه هدمس الفول، لسه هعمله في البيت. بس بجد بقالي 4 سنين ماشية على نفس الوصفة ومش بغيرها. جربي الوصفة دي وقوليلي ايه رأيك في الكومنت. اول حاجة انا جبت كيلو ونص فول ونقعته في مية عادية جدا من بالليل للصبح، مية من الحنفية. الصبح كده هتلاقيه زي ما انتي شايفة اتشرب المية بتاعته وكبر في الحجم، اتضاعف في الحجم. هياخد حوالي 12 ساعة. النقع مهم جدا عشان يستوي معاكي بسرعة. هتغسليه بقى أكتر من مرة، حوالي 4 مرات، وتصفيه كويس وتحطيه في حلة كبيرة. هتضيفي عليه طماطماية كبيرة مبشورة وجزرتين كبار. يبقى كيلو ونص فول هياخد حوالي جزرتين كبار مبشورين وطماطماية كبيرة مبشورة. هتضيفي بقى التوابل بسيطة جدا بس هديله طعم حلو جدا. معلقة كبيرة بابريكا وعليهم معلقة كبيرة كركم. الكركم في الوصفة دي هيديله لون حلو ولون فاتح، مش هيغمق معاكي خالص. وكمان هتضيفي معاه معلقة سكر. معلقة السكر دي اولا هيحفظه كتير في التلاجة، وبعدين هتخليها ان هي يستوي معاكي بسرعة علشان ما يقعدش ساعات بقى على النار. المكون السحري اللي بجد هيديله لون فظيع، هيديله لون فاتح جدا. الليمونة هتقسميها نصين وتحطيها زي ما هي كده، وغطي بقى عليه. هياخد بالظبط 5 دقايق على نار عالية وهيبتدي ان هو يغلي معاكي زي ما انت شايفة كده. انا مش عايزة اقولك الريحة عاملة ازاي. هاتي بقى كوباية كبيرة عدس اصفر عادي، هتغسليها كويس وتضيفيها على الوش. بلاش تضيفي العدس في الأول علشان ما يلزقش في الحلة من تحت ويبقى مش حلو خالص. سيبيه بس الأول يبتدي يغلي وبعدين حطي العدس. غطي بقى وهدي النار خالص. هياخد حوالي ساعتين. بصي كده الأول، افتحي بقى كده الغطا. أنا بفتحه بالراحة علشان التصوير وكمية البخار اللي طالعة. ما شاء الله، شايفة؟ هيطلع معاكي لون ما اقولكيش، لونه حلو جدا وطعمه حلو جدا. بجد احلى بكتير من اللي احنا بنشتريه. على الاقل انت عارفة انت عاملاه ازاي ونضيف. وطبعا ضيفاله حاجات بتزود من قيمته الغذائية، الجزر والطماطم. اول بقى ما تلاقيه كده خلاص استوى معاكي، طفي بقى عليه النار وسيبيه يهدى شوية قبل ما تبدأي ان انت تحطيه في اكياس التلاجة بتاعتك. انا كده خلاص سبته هدى خالص وبقدمه. ما شاء الله، الريحة تحفة، ريحة وطعم مفيش احلى من كده. بجد سهل جدا. الناس بقى اللي بتقول لازم في اللي هو الفوالة بتاعة الفول، ما ينفعش في الحلة عشان ما يسودش. اهي الوصفة قدامك بمنتهى السهولة. ولا هيسود ولا هيلزق ولا هيقعد ساعات على النار. انقعيه كويس وهيطلع معاكي احلى فول مدمس في البيت. انا مي شاهين، لو عجبتك الوصفة يا ريت لايك الفيديو وسبسكرايب للقناة واشوفك على خير.